ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم معايا في قناه دودي وصفاتها السهله. النهارده ان شاء الله فيديو جديد هيعجبكم باذن الله، وعايزه رايكم فيه. اول حاجه كده تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا مع بعض الفيديو. جبت هنا كيلو ونص من الكنافه، انا جبتها من بالليل وحطيتها في الفريزر عشان عايزاها افركها كده وتبقى سهله معايا ان هي تتفتفت معايا بسرعه او تتكسر معايا بسرعه. لو مش عايزه، لو ما عندكيش وقت ان انت تحطيها في الفريزر، اضربيها في الكبه بتاعتك برده هتنعم معاكي وهتبقى زي الفل. هفرك بقى كل كميه الكنافه اللي عندي دي. انا هعمل صاج كبير اللي هو 50 في 60. هعمل صاج كبير من الكنافه عشان الوجبات وطعم الطعام اللي احنا بنعمله باذن الله النهارده عندنا افكار حلوه قوي قوي وطرق حلوه ان شاء الله هتعجبكم. بعد ما فرفضت الكنافه كده كلها اجيب بقى هنا حبه سكر. ده سكر عادي، لو عندك سكر بودر متوفر هيبقى افضل طبعا. حطيت هنا كده حوالي 3 معالق كبار من السكر ودعكتهم في الكنافه كويس جدا. مسيحه كوبايتين كبار من السمنه وسخناهم كده، وهبتدي انزل على الكنافه بتاعتي. وهدعك بقى الكنافه حلوه قوي قوي بالسمنه زي ما انتم شايفين، ادخل السمنه في الكنافه كلها. وبعد كده جبت حبه سمنه تاني دهنت بيهم الصاج اللي انا هستخدمه. وهبتدي بقى اجيب الكنافه، مش هكبسها كده، هفرفطها كده وافردها كلها سوا واحد في الصاج. اتمنى ان فيديوهاتي تكون بتعجبكم وتحطي لي لايك للفيديو وتنشروه كمان لكل اصحابكم ومعارفكم. ولو انت جديده عندي في القناه اتمنى ان انت تشتركي وتعملي دوسي على كلمه اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني ان شاء الله. واللي عايز يشترك معانا في وجبات الخير هسيب لكم رقم ان شاء الله في اول تعليق مثبت تتواصلوا معايا عليه. بعد بقى ما عملت الكنافه في الصاج كده جبستها بالهراسه بتاعه البطاطس، وسيحت حبه سمنه تاني حوالي كوبايه تاني من السمنه، وحطيتها على وشها كده ودخلتها الفرن على درجه حراره 180 على الرف الوسطاني. بعد كده بقى جبت هنا هعمل تتبيله. جبت حوالي 5 طماطمات كده كبار، وكمان قرن فلفل سبايسي، حبة بصل كده حوالي بصلتين كبار. وهضرب كل الكلام ده في الكبة كويس جدا جدا. انا هضربهم ضربة بس اهبطهم كده شوية. وبعد كده هنرجع نحط التوابل. حطيت كمان معلقة خل كبيرة، يبقى انا حطيت بصل وفلفل وطماطم ومعلقة خل كبيرة. وهضربهم كويس جدا جدا في الكبة. كانت هنا بنت اخويا واقفة معايا بتساعدني في المطبخ. خلاص كده بعد هبطتهم بس شويه بقى نبتدي نحط التوابل بتاعتنا. عندي معلقه كبيره من الثوم المفروم برضه هحطها تديني تيست حلو قوي. معلقه من بهارات الفراخ، معلقه كبيره من بهارات الفراخ. معلقه كبيره من الفلفل الاسود. معلقه كبيره من القرفه. وهحط كمان بقى الملح بتاعي، مش هكتر الملح قوي عشان بهارات الفراخ فيها ملح. هحط معلقه من الثوم البودر ومعلقه من البصل البودر. وبعد كده هضربهم كويس جدا جدا ونرجع نشوف هنعمل فيهم ايه تاني. ما تنسيش اللايك لو الفيديو عجبك وتقولي لي رايك في الكومنتات. هنا بعد ما ضربتهم بقى مش قادره اقول لكم ريحه التتبيله دي عامله ازاي، فظيعه. جبت بقى هنا 3 علب من الزبادي هحطهم عليها، لان انا عايزه اتبل كميه كبيره. هنتبل بالتتبيله دي ايه؟ هنتبل بانيه. هنتبل بانيه بطريقه حلوه قوي قوي ونتيجته حلوه قوي. جربوا التتبيله دي في البانيه تعجبكم جدا جدا. هبتدي بقى ان انا احط العلب بالزبادي واضربه كويس جدا جدا بالمضرب. خلاص كده بعد ما ضربت بقى التتبيله الحلوه دي، هجيب بقى البانيه بتاعي ما شاء الله كميه حلوه، وهحط بقى عليها التتبيله اللي انتوا شايفينها دي. هقلبها كويس جدا جدا وادخل التتبيله في كل قطعه من الفراخ عشان كلها تبقى متبله زي بعضها. لو وصلتي لغايه هنا من الفيديو ما تنسيش اللايك عشان اللايك بيرفع لي الفيديو جدا. ولو عجبك الفيديو كمان اكتبي لي كومنت وفي رايك في الفيديو ايه. ولو حابه ان انت تتواصلي معايا عشان نزود وجبات الخير في شهر رمضان هسيب لك رقم في اول تعليق مثبت ان شاء الله تتواصلي معايا عليه. بعد ما تبلت البانيه بقى ركنته، وهجيب هنا حله كبيره احط فيها كميه حلوه من الزيت. الزيت ده مش هيتهدر معايا ولا اي حاجه، هتشوفوا انا هعمل فيه ايه. احط يعني مثلا ايه نص ازازه نص لتر كده من الزيت في الحله دي. هجيب بقى مكرونه صغيره اللي هي بتاعه التحمير. وابتدي بقى احمر المكرونه دي كويس جدا في الزيت ده. طب حاطه زيت كتير كده ليه؟ عشان المكرونه بتاعتي تطلع كلها لون واحد وما تلدعش مني. وبعد كده بصفيه في مصفى واشتغل بيه تاني. هنا بقى دي شوربه كانت بايته عندي من امبارح، غليتها وحطيت بقى عليها كده ايه، دي الطماطم اللي انا كنت مسبكاها معاكم. حطيت منها كده حوالي شفشق كبير من الطماطم عليها. طب ليه؟ عشان انا هوضب الشوربه دي عشان اسقي بيها المكرونه. بصوا بقى المكرونه هتبدا ان هي تتحمر معايا، ايدي على طول فيها في التقليب. والشوربه كمان تبقى سخنه عشان تنجز معايا في الوقت. تعالوا نتبل بقى الشوربه دي. حطيت فلفل، هحط ملح وفلفل اسود وكمان توم باودر وبصل باودر. وهحط بقى وهفرم كمان بصلايه وتوم. وهنشوفوا هنعمل فيه ايه دلوقتي.
بصوا بقى المكرونه بعد ما وصلت للون ده، طبعا انا عامله حلتين ما شاء الله كبار هتشوفوهم دلوقتي. حطيت بقى هنا معلقه توم وحبه بصل كده مفرومين، واشوحهم تشويحه واحده كده مع المكرونه، وشمي بقى الريحه تحفه. مش هحط طبعا اي توابل لان انا مظبطه التوابل في الشوربه بتاعتي. هبتدي بقى اجيب الشوربه واسقي بيها على طول. هوريكم لون المكرونه بعد ما خلصت تحفه. جربوا الطريقه في المكرونه المحمره دي، هتعجبكم جدا جدا. ريحتها كانت فظيعه والله. النهارده كنت بوزع الاكل فعلا وريحه الاكل كانت تحفه. اتمنى بقى ان انت تعملي لايك للفيديو، ما تنسيش اللايكات يا بنات عشان ترفعوا لي الفيديو لاكبر عدد مشاهده. هنا بقى عملت الحلتين بنفس الطريقه وهتشوفوهم دلوقتي. هنا ما شاء الله الكنافه عندي خلصت. بدات ان انا بقى ده السيرب اللي انا عملته معاكم قبل كده في فيديو هسيبه لكم في الاي دي باذن الله، هيطلع لكم باذن الله. هنا سلقتها بقى بالسيرب كده وسبتها تبرد عشان نبتدي نعبيها. بصوا هنا المكرونه بدات ان هي تتشرب ما شاء الله. هغطيها بقى واوطي عليها خالص. والحله التانية برضو نفس الطريقه، بس انا مش عارفه ازاي ما صورتهاش، ده غطاها يعني. خلاص كده سبت بقى المكرونه تتشرب على نار هاديه قوي. وهبتدي اقلي البانيه بتاعي. عملته طبعا في البقسماط وعملته معاكم كتير قبل كده. هجيب بقى كده طاستين عشان انا عندي كميه ما شاء الله كبيره، فعايزه انجز في الوقت عشان كل الاكل يبقى سخن مع بعضه. هفضل بقى اشيل واحط واشيل واحط. جايبه الصاجات اللي عندي فرشه فيها مناديل مطبخ عشان تشرب الزيت اللي متبقي في البانيه، وهفضل واطلع عليها على طول. بصوا لونه تحفه ازاي ما شاء الله، طالع كله فاتح وجميل. هتشوفوه معايا دلوقتي في الفيديو. هفضل بقى اشيل واحط كده على طول لغايه ما اخلص كل الكميه اللي عندي. اتمنى ان الفيديوهات بتاعتي تكون بتعجبكم وبديكم افكار جديده وحاجات جديده ممكن تعملوها. يعني ممكن تغيروا في الفطار بتاع رمضان وتاخدوا افكار من الفيديوهات دي وتعملوها ان شاء الله، وهتعجبكم جدا. وحاجات بسيطه وسهله مش بتوقفك كتير في المطبخ. خلصت هنا بقى كل البانيه اللي انا عملته. وتعالوا بقى اوريكم منظر الاكل كده بعد ما خلص، وتعالوا نشوف هنعمل فيه ايه تاني. بصوا ما شاء الله دي كميه البانيه 3 صاجات اهم زي ما انتم شايفين. وكمان قطعت بقى بولة سلطه كبيره ماما قطعتها لي وهي قاعده. كابوتشي على خس على جزر على طماطم، يعني تشكيله كده من الخضار. وهنا دي الكنافه بتاعتي بعد ما بردت. تعالوا بقى نشوف هنقطع ازاي ونشتغل ازاي. جبت بقى هنا صاج الكنافه زي ما انتم شايفين، وهبتدي اقطعه بالسكينه. لقيت السكينه اسهل في التقطيع عن المقطع ده. بقطعها كلها سوا واحد وبطلعها كده في الاطباق، وبعد كده بنعملها بالاسترتش راب. انا بوريكم كل الخطوات اللي انا بعملها وكل حاجه بعملها. اللي حابب ان هو يعمل وجبات افطار صائم في بيته برضه ممكن ياخد افكار ويشتغل بيها. بصوا ما شاء الله بحاول ان انا اقطعها كلها سوا واحد عشان يبقى كل المقاس زي بعض. حطيت عملت الكنافه. وبدات بقى ان انا احضر الوجبات. بصوا ما شاء الله لون المكرونه تحفه ازاي. بحط المكرونه ومعلقه كده كبيره من السلطه، وكمان قطعه البانيه. منظر الطبق فعلا يعني يشهي. منظر الطبق كان حلو جدا جدا. وريحته ريحه الاكل كانت فظيعه النهارده. اتمنى ان الفيديو بتاعي يعجبكم وتقولوا رايكم في الكومنتات. بصوا ما شاء الله الشكل عامل ازاي. وهتشوفوا بقى شكل الوجبات كلها لما تخلص النهارده برضو كنت عامله كميه كبيره من الوجبات. ربنا يا رب كده يكرم كل اللي ساعدني ان انا اعمل الوجبات دي، ويكرمه ويجعله في ميزان حسناته باذن الله. بصوا ما شاء الله الشكل حلو قوي. دي الحله التانية. انا بوريكم دي الحله التانية. وهنا كنت خلصت بقى كل تعبئه الوجبات، وابتدي بقى احطها في الكراتين اللي انا بنزل بحطها فيها، وانزل اوزعها لصاحب نصيبها. وبالف هنا وشفا على كل اللي كل منها. ولو الفيديو بتاعي عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. لو انت جديده عندي في القناه يا ريت تدوسي على كلمه اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. وتقولي رايك في الكومنتات. ايه رايكم بقى في منظر الاكل؟ تحفه وشكله شهي جدا جدا. وبالف هنا وشفا على كل اللي كل منه. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم، واستنوني الفيديو اللي جاي ان شاء الله هتلاقوا برضو فيه افكار جديده حلوه.